السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإبل البجوية أو الإبل البشرية. الإبل البشرية بتمثل أهمية كبيرة في حياة الإنسان البشري أو الفرد في قبيلة البشرية. قبيلة البشرية دي قبيلة من قبائل محافظة البحر الأحمر وموجودة في جنوب البحر الأحمر. أكثر تركز أفرادها يعني في جنوب البحر الأحمر، لكن في مجموعات منتشرة في باقي المدن، ويعتبروا من القبائل الأصلية في منطقة البحر الأحمر، وأصولهم ترجع إلى قبائل البجا الأفريقية. بالنسبة للإنسان البشاري، الإبل بتمثل أهمية كبيرة عنده، وهم اللي كمان مميزين إن عندهم إبل فيها صفات وخصائص بتميزها عن باقي الإبل والجمال الموجودة لدى القبائل التانية. بتتميز بخفة حركتها وسرعتها، وكتبوا فيها أشعار وقالوا فيها مقالات. ومن ضمن الأشعار دي الشاعر البجاوي بيقول: قلبناكي من صباح يا دريقة دريبك راح دوارك ما استراح. يعني ايه الكلام ده؟ قلبناكي من صباح يعني جبناكي او اشتريناكي من الشرق. صباح اللي هو قصده بيها الشرق، شرق البلاد يعني. قلبناكي من صباح يا دريقة دريبك راح. دريقة هو قصده بيها، هو بيوصفها بقى، يعني بدأ يوصفها. دريقة قصده الوبر بتاعها خفيف، ومشيتها او العدو بتاعها او الجري بتاعها يتميز بالرشاقة والخفة، لدرجة إن هي مش بتسيب أثر على الأرض. يعني دريجة دريبك راح. دريبك تصغير كلمة ضرب، اللي هو الطريق أو الشارع أو الطريق الممهد على الأرض. دريبك راح. دريبك راح يعني ملكيش أثر على الأرض أو على الطريق. ده طبعا لخفة حركتها وسرعتها والمشية الرشيقة بتاعتها. دوارك ما استراح يعني طبعا أصيب بخيبة أمل، إن هو للأسف معرفش يوصل لها بعد ما فلتت من العقال بتاعها وهربت منه، واضطر إن هو يكتب الكلمات ديت وقال: قلبناكي من صباح يا دريبة يا دريقة دريبك راح دوارك ما استراح. يعني خيبة الأمل سببت له عدم راحة وشغلت باله وتفكيره. وبرضو ممكن يكون معناها ان هو فضل يدور عليها، مش قادر يركن الى الراحة، لدرجة ان هو تعب يعني في البحث عنها. فدي كانت من الابيات الجميلة اللي اتقالت في وصف النوق او الابل البشرية، اللي زي ما احنا قلنا ليها اهمية كبيرة عند قبيلة البشرية، وكمان هي ليها خصائص ومميزات تميزها عن باقي النوق والإبل الموجودة في باقي القبائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.